السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل مع بعض النهارده فيديو جديد سريع كده. انا دي حاجه كنت انا محتاجاها في البيت فبعملها ليا، قلت اما اصورها معاكم. انا هعمل النهارده فكره جميله بالحلقات بتاعه الستاير. انا دي حلقات كانت عندي. الحلقات دي اسمها حلقات كبس، ممكن نجيب اي حلقات عندنا مفيش مشكله. بس أنا عندي الحلقات الكبسة دي هاشتغل بيها. الحلقات دي بتتباع عند بتوع مستلزمات الستاير، تقريبا في حدود 45 قرش جنيه حاجة زي كده. اللي أنا هاعمله، أنا محتاجة حلقات زي ما إحنا شايفين، ومحتاجة أي حاجة بقى موجودة عندنا تنفع. أنا عندي هنا ده بيه ستان، ينفع ستان عادي، ينفع خيط، أي خيوط عندنا بالألوان اللي إحنا عندنا المناسبة للحاجة اللي أنا هاعملها. اللي هاعمله دلوقتي هاجي هنا كده هاخد جزء من الستان اللي عندي، يعني أنا هاخد في حدود متر أو متر ونص على حسب اللفة اللي هتبقى عندي. هنا كده قصيت الحاجة اللي عندي. اللي أنا هاعمله هاجي كده وهحط عندي شمع، وأبدأ ألزق الستان اللي عندي. هبدأ ألف الشريط الستان دون على الحلقة، هغلفها. طبعا زي ما قلت لكم ممكن ما يكونش شريط ستان، ممكن بخيط، خيط مكرمية، خيط أي خيوط عندنا ملونة. أنا هعمل رباط للستارة بشكل جديد خالص. فأنا عندي ستارة اللون اللي هو الأخضر اللي هو التفاحي ده، فأنا هعمل باللون دون لأنه مناسب عندي للستارة. طبعا أنا الفكرة دي أنا عاملاها، أنا كده كده كنت هعملها عشان الستارة عندي، فقلت اما اصورها معاكم ونشوف شكلها النهائي هيبقى ايه. انا الفكرة جاتلي ومعرفش المنظر النهائي بتاعها هيبقى شكله ايه. طبعا انا بحاول ان انا اي حاجة بحطها شمع او حاجة تبقى من ورا عشان ما تبانش. انا هسيب الجزء اللي فاضل دوت لان أنا كده كده هشبك الحاجة دي في بعض. هسيب الجزء ده هنا كده، خلاص عملتها. هعمل بقى الباقي كله بنفس الطريقة ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل فيه ايه. هنا كده انا عملت الحلقات اللي عندي زي ما احنا شايفين. انا هحتاج لكل جنب من الجناب 8 حلقات. اللي انا هعمله هجيب بقى الحلقات اللي عندي وهبدأ هلزقها مع بعض، هشبكها مع بعض ازاي؟ هاجي كده هجيب الحلقة دي، هحاول ان انا اخلي الظهر بتاعهم كلهم اتجاه واحد. انا هشتغل كده يبقى الظهر عندي للفوق. همسك حلقتين، هجيب الحلقة دي وهبدأ الف بصوا هنا اهو، هنا فيها واحدة وهنا فيها واحدة. انا مش عايزة دي، مش محتاجاها دلوقتي. هاجي قصادها في الجزء اللي قصادها وهبدأ هدخل فيها الستان اللي في التانية، وهلف لفة كمان. انا كده لفتها وهجيبها كده وهلزق دي في دي. هحط هنا شمع وهلزق دي كده زي ما احنا شايفين. بقت في واحدة عندي دي الاولانية اللي هي كانت فيها دي ثابتة، ودي بتلف فيها متحركة زي ما احنا شايفين. عشان لما اجي احطها ما تضايقنيش، هشيل الزيادة اللي عندي هنا بالشكل ده. وده كده عندي الظهر مش هاجي جنبه. هاجي هنا بس هعمل حاجة واحدة. انا هنا لفيت الستان لفتين، هاجي على اللفة اللي هنا دي علشان ما تتحركش. مش هلزقهم في بعض، لا انا هلزق ما بين، بصوا هنا في طبقتين ستان، هحط بس نقطة ستان ما بين دي وما بين دي اللي هما اللفة اللي انا لفاها دي. ليه؟ عشان اللي فوق اللي هو الجزء اللي فوق دون ما يتحركش من اللي تحت كده اهي. خلاص كده برضو يبقى انا عندي اهي، بصوا دي فين، دي عندي بتلف ثابته، واحده ثابته وواحده متحركه. هاجي هنا وهجيب الجزء التاني ده، هجيب الحلقه اللي بعديها وهبدا هشبكه فيها بنفس الطريقه اهو كده لفه والتانيه. وهاجي هنا هحط برضو شمع كده، يبقى انا لزقت الجزء ده. وهاجي هو من ورا وهعمل نفس الحركة اللي عملتها ما بين الستان والستان، نقطة صغيرة خالص نمسكهم في بعض، وكده برضو بتجمد لي الحاجة اللي عندي. هعمل بقى الباقي كله بنفس الطريقة
كده هي بقت عندي بالشكل دون. كل واحدة فيهم فيها واحدة بتتحرك، يعني بصوا عشان ما تبقاش ملزقة في بعض، لازم تبقى متحركة. لو زقتها في بعض هتبقى منشية جدا وهتبقى مش حلوة، فلازم تبقى بتتحرك، واحدة ناحية بتتحرك عن التانية كده بالشكل ده. خلاص. انا كده عملت ال8 اللي عندي، الرباط اللي عندي اهو. اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب آه اجزاء 3 حتت كده في متر وربع تقريبا، وهبدأ هتنيهم مع بعض. هبدأ اعمل ضفيرة. طبعا احنا ممكن نعمل ضفيرة عادية خالص، بس انا هعمل ضفيرة ب6 خيوط. في القناة التانية كنت عملت الضفيرة اللي هي ب5 خيوط او 4 خيوط، نفس الفكرة. انا هعملها ب6، نفس الفكرة بالظبط هي. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وفي الدايرة البيضاء اللي هتظهر عندكم دلوقتي حالا في اعلى الفيديو، وفي شاشة النهاية. اللي هعمله ان انا هعمل الضفيرة وارجع نشوف بقى هنركبها فيها ازاي. انا هنا كده، انا عشان ده بيه ستان، فانا هلزقهم مع بعض بالشكل ده. هحط في نصه شمع والزقه بالشكل ده كده. طبعا لو ستان عادي مش هيحتاج الخطوة دي، هنعمل ضفيرة على طول. لو خيط، لأن قلت لكم ممكن برضه تعمل بخيط، لو خيط هنعمل ضفيرة على طول بالخيط. الخطوة دي بس عشان البيه عندي مفتوح، بيبقى الناحية دي فيها مفتوحة كده وبتنسل، فأنا عملتها بالشكل ده علشان تظبط معي. هعمل 3 قطع البيه الستان اللي عندي بالشكل، نفس الشكل كده، ان انا الزقهم، احط شمع عليهم من جوه خفيف خالص، خط شمع رفيع قوي والزق. طبعا البيه بيبقى فيه مطه سنه، وانا بلزقه كده اظبط واشد المطه بتاعته دي. بقت عندي الضفيره اهي بالشكل ده كده. هاجي في الجزء ده هنا وهلزقهم مع بعض علشان ما يفكوش. انا الطول ده كده كفايه لغايه الحته اللي انا بلزق فيها دي، مش عايزاها اطول من كده. هاجي هنا في ناحيه فيها الحته الطويله اللي انا سايباها، والناحيه التانية طبعا اللي انا لفاها ما فيهاش. هاجي في الناحيه اللي ما فيهاش دي، وهاجي هنا وهجيب الجزء اللي احنا عملناه بتاع الضفيره ده، وهبدا هلزقه هنا كده. هاجي من الظهر علشان ما الدنيا عندي ما تبص، وهحط شمع ورا كده، وابدا الزق الضفيره اللي عندي دي هنا كده. هي كده طبعا بقت جامده جدا. تمام. الشمع بيمسك الحاجة دي في القماش بالذات، بيمسك في القماش وبيبقى جامد جدا. هنا كده عملت الناحية دي، وعموما الناحية دي اللي هتبقى في الظهر مش كده مش هتبان لو في اي شمع عندي باين او حاجة. وهاجي الناحية التانية بقى، انا هنا هبدأ اقفلهم مع بعض. هاجي الناحية التانية عندي من هنا، وهاجي في اول الضفيرة الجزء اللي انا ربطاه ده، اللي انا عشان اعمل الضفيرة مسكته منه، وهاجي افتح الجزء ده هنا كده بالشكل ده، وهعدي منه الستان اللي عندي. هعمل زي ما عملت في الحلقات، هلف لفة والتانية انا اعملها لفة كمان عشان تجمد اكتر. وهاجي بقى من الظهر، في الظهر هنا هبدأ الزق الستان اللي عندي كويس. بقى عندي الرباط بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، شكله جميل جدا. انا عملتهم طول بعض اهم. اخر حاجة بقى عندي ان انا هركبهم. يلا انا هركبهم ونشوفهم بقى وهم على الستارة شكلهم ايه بالظبط. يا ماما جميلة، انت حلوة، انت معك جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. مين ده معك جميلة؟ انت اللي جميل يا قلبي.